تفتكر فعلا المبرمجين ممكن يكسبوا 90,000 دولار في الشهر؟ لو هنتكلم بالطريقة العادية فالموضوع صعب جدا. السوفت وير انجينير في جوجل بيوصل مرتبه ل 42,000 دولار في الشهر، وده طبعا المبرمج الجامد. بس تعال اقول لك على حد اجمد، ده مارك لو، سوفت وير انجينير عايش في بالي. بيصحى الصبح، بينزل البحر يلعب شوية، وبعدين يرجع يكتب كود كام ساعة في نص اليوم. الشهر اللي فات عمل حوالي 40,000 دولار، وكل ده من غير ولا موظف ولا كاستمر سيرفيس. تعال اقول لك هو بيعمل ايه. في حاجه اسمها ساس، سوفتوير از ا سيرفيس، ودي عباره عن انك بتقدم خدمه ممكن تسهل على الناس شغلها وبتوفرها اشتراك سنوي او بالشهر. يعني مثلا ممكن تعمل موقع بيضغط الصور لحاجات مختلفه زي PDF، وتوفر الخدمه دي ب10 دولار في الشهر. لو عملت الفكره دي واشترك معاك 1000 شركه فهتكسب 10,000 دولار في الشهر. بس طبعا ده بعد محاولات كتيرة عشان توصل للمرحلة دي. يعني مارك مثلا من ال 22 مشروع نجح معاه 8 بس. ممكن تضرب معاك زي شوبيفاي، بدأ بواحد كان عايز يعمل موقع يبيع عليه حاجات سكينج، وبعد كده حوله لساس، والنهارده الموقع بيساوي أكتر من 100 مليار دولار.